سعيد بشنا رئيس جمعية الفينيق للإبداع الفني والثقافي بزاكورا. هذا النشاط اللي كتنظمو جمعية الفينيق بمؤسسة تنوية محمد الغزلان بمناسبة اختتام الأسدس الأول للمؤسسة، واللي كيتزامن مع ذكرى زيارة محمد الخامس لمحمد الغزلان. الدعوة جات من إدارة المؤسسة من أجل المساهمة في هذا النشاط هذا بورشة الرسم اللي كتأطرها الفنانة عنيا أيت حسين، وورشة الموسيقى والمسرح اللي كيأطرها سعيد بشنب المؤسسة. وهذه التجربة هذه ليست هي الأولى، بل نحن شريك أساسي لهذه المؤسسة فيما يخص الأنشطة، وسبق وأن أطرنا عدة أنشطة بهذه المؤسسة سواء في مسرح الشارع سواء في التشكيل وكذلك في الموسيقى. ولنا شرف أننا نجيو لمنطقة محمد الغزلان التي تعتبر منطقة تاريخية، منطقة حدودية اللي معروفة بالأنشطة ديالها ومعروفة بالتراث الفني ديالها. ومجيئنا لهذه المؤسسة هو تأكيد لواحد الشراكة اللي كتربطنا بيننا وبين المؤسسة من أجل أنشطة موازية، وكذلك مساعدة التلاميذ في صقل المواهب ديالهم في الميدان الفني والميدان الثقافي.